السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل حواوشي اسكندراني. نبدأ بالعجينة: نص كيلو دقيق، معلقتين كبار لبن بودر، معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة سكر، ورشة ملح. هنا ببدأ اخلطهم. بعد كده معايا كوباية ونص من المية الدافية علشان الخميرة تنشط معايا، وهبدأ ان انا اعجن لحد الدقيق ما يختفي من العجين. بعد كده ببدأ اضيف ربع كوباية من الزيت واخلط جامد. اهم حاجه العجين في الخطوات دي كلها انا محتاجاها عجينه ناعمه زي عجينه البيتزا كده، سهل تشكيلها. هنا ببدا ان انا اغطي عليها واسيبها تختمر. في الوقت ده معايا الخلطه. هبدا معايا 300 جرام من اللحمه المفرومه فيها دهون، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره من خلطه الحواوشي الجاهزه، ومعلقه صغيره توم مفروم، ومعلقه صغيره من الفلفل الحار، ومعايا بصلة كبيرة مفرومة ناعم، وعليها الفلفل الأخضر. دول فرمتهم في الكبة وبعد كده صفيتهم. وهنا بدأت خلطت كل المكونات، اديتهم ضربة في الكبة، وبعدين عملتهم كور ودهنتهم زيت وغطيتهم بالشكل ده. هنا معايا لحد العجينة ما تختمر. هنا معايا العجينة اختمرت. هبدأ ان انا اقسمها 4 كور. طبعا انا مش هفردها ومش هعمل فيها اي حاجه باي ادوات، علشان لو حد حابب ينفذ الوصفه باقل ادوات. هنا ببدا افردها عادي بايدي، طبعا دهنه المكان زيت. وهبدا ان انا افردها واجيب الكوره بتاعه اللحمه وابدا ان انا اغطي عليها تاني بالشكل ده واركنها على جنب. عملتهم الاربعه، وبعد كده ببدا ان انا افرد واحده واحده. في الوقت ده انا مسخنه الفرن على نار عاليه، وهبدا ادخلهم الفرن على نار عاليه. اول ما بلاقي القاعده بتاعتهم بدات تحمر بهدي النار شويه علشان اللحمه تنشف من جوه. بعد كده لما بلاقيها خلاص استوت من تحت ومفيش سوائل خارجه من اي اتجاه، ببدا ان انا اعلي الرف اللي فوق شويه، وابدا بعد كده اديلها وش. طبعا هنا في الخطوات دي كلها بعد ما بفرد، هنا معايا معلقة من اللبن البودر، وعليها حوالي معلقة او معلقتين صغيرين كده من المية. ببدأ اخلطهم، ودول بدهن بهم الوش قبل ما بدخلهم الفرن. هتظهر معايا في الشكل ده. وطبعا الصواني مدهونة زيت. هنا دي الخطوة اللي انا بقول لحضراتكم عليها. على الرف الاوسط، نار عالية لحد ما تستوي شوية، وبعد كده بهدي النار شوية، وابدأ بعد كده لحد ما الاقيها استوت. طبعا بنعرف العجينة استوت ولا لا ان احنا بنختبرها بخلة.